يا مساء التكنولوجيا يا صاحبي، رجع ظهرك وركز معايا، لأن النهاردة عندنا شوية أخبار سخنة جدا عن الذكاء الاصطناعي ممكن تغير العالم اللي احنا عايشين فيه. أول خبر، شركة ميتا اللي ورا فيسبوك وإنستجرام أعلنت إنها ناوية تضخ حوالي 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أمريكا خلال السنين الجاية. تخيل الرقم ده أكبر استثمار اتعمل في المجال ده في التاريخ. هم عايزين يبنوا مراكز بيانات ضخمة جدا عشان يجهزوا للجيل الجاي من الذكاء الاصطناعي اللي بيحتاج قوة معالجة خارقة. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي اللي جاي هيبقى أسرع، أذكى، وأقرب لعقل الإنسان الحقيقي. لكن هنا المفاجأة التانية، الاتحاد الأوروبي كان طالع بقانون اسمه AI Act بينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، بس بعد ضغط كبير من شركات التكنولوجيا العالمية دلوقتي بيتم تخفيف القواعد دي أو حتى تأجيل تنفيذها. وده معناه إن الحكومات بقت بين نارين، يا تسيب المجال مفتوح عشان الابتكار يكمل، يا تحط قيود وتحافظ على أمان الناس من مخاطره. والسؤال اللي كل العالم بيسأله دلوقتي، مين اللي هيكسب، الابتكار ولا التنظيم؟ نروح بقى للخبر الثالث. شركة مايكروسوفت بالتعاون مع انفيديا اعلنوا عن اطلاق مبادرة اسمها اجنتك لونش باد، ودي عبارة عن مركز بيدعم الشركات الناشئة اللي بتشتغل على نوع جديد من الذكاء الاصطناعي اسمه الذكاء الاصطناعي المستقل. النوع ده مش بس بينفذ أوامر، ده بيقرر، بيتعلم وبيتحرك لوحده من غير ما حد يقول له يعمل ايه. يعني باختصار احنا داخلين على عصر الذكاء اللي عنده إرادة. كل الأخبار دي بتقول لنا إن العالم بيتغير بسرعة مرعبة، شغلك، دراستك، طريقتك في التفكير، كل ده هيتأثر. اللي هينجح هو اللي هيبدأ يتعلم ويتأقلم من دلوقتي. ما بقاش الذكاء الاصطناعي رفاهية أو اختراع بعيد، ده بقى واقع موجود حوالينا وما ينفعش نتجاهله. وفي النهاية قولي في الكومنتات يا صاحبي، ايه أكتر خبر شدك النهاردة؟ وهل شايف إن الذكاء الاصطناعي ممكن فعلا يتفوق على الإنسان؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان نكمل مع بعض رحلة المستقبل. أنا بدو، وأشوفك في الحلقة الجاية. سلام.